غلط كبير من حارس صغير زي محمد صبحي كان كفيل الزمالك يخرج من ماتش كايزر تشيف بالتعادل الايجابي. الزمالك واحمد عبد الرؤوف قدم مباراة تكتيكية من الطراز الفريد. محمد اسماعيل ماتش ولا اروع. شيكو بنزا، مستوى شيكو بنزا في تطور بسيط. كوان بيزيرا، نفسي يا راجل اخر لمسة بقى، اخر تاتش يبقى في الجون. ضيعت كتير، يعني كور كتير كانت كفيلة لا يكسب الزمالك. سيف الدين الجزيري المهاجم رقم واحد. يا جماعة سيف الجزيري مع الزمالك ما ينفعش يخرج. برافو احمد عبد الرؤوف. انا مش عارف الزمالك جاب المهدي سليمان عشان يقعده ولا عشان ايه. طب عواد مستواه متذبذب. محمد صبحي قلنا يمكن محمد صبحي حصل استقرار وكل حاجة، لكن محمد صبحي انا مش مقتنع خالص ان محمد صبحي ده ينفع يحرس الزمالك خالص. حتى الراجل الماتشات القويه اللي عملها في تاريخه كان عملها مع فاركو، مع فرق ملهاش جماهير، في ماتشات ما فيش فيها ضغط جماهيري. راجل الكرة بيديها بالبوكس ولا كأنه حارس ناشئ. الحارس ناشئ يديها بالبوكس يطلعها بره، انت مش عارف تمسكها. لو مش عارف تمسكها يا راجل تضيع مجهود فريق بالكامل.